عشان بنواجه العالم تفتكروا ان احنا كبرنا لا سمح الله؟ انا اصلا عيل صغير، هم اللي جابوا لي قلم جاف بدل الرصاص. قال يعني انا كده كبرت؟ ده انا بقيت اعك اكتر من الاول حضرتك. متلازمه الواد احمد الباشمهندس. هو لسه الواد احمد بس بقى معاه مسطره حرف تي وشويه مسؤوليات خفيفه كده شايلها جنبها، زي مثلا لما تتخرج هتشتغل فين يا احمد؟ هتحوش ازاي يا احمد؟ هتتجوز وتخلف امتى يا احمد؟ طب وهتعرف تفتح بيت يا احمد؟ احمد هو ده كله عشان استلمت كارنيه كليه بس؟ امال لما استلم شهاده التخرج بقى هتعملوا فيها ايه؟ مرحبا بك في العشرينات. يعني اختيارات كتير قوي يمين وشمال، ومطلوب من الواد احمد الباشمهندس يختار اختيار وياخد قرار. لا ده مش كده وبس، يتحمل نتائجه كمان. طب حد يكلم حد كبير بقى ولا ايه؟ المشكله مش في اتخاذ القرار، ما انت كده كده هتاخد. المشكله في اتخاذ القرار السليم، لان معايير القرار السليم بتعلى. هبسطها لك. زمان القرار السليم في فتره العشرينات هو انك تدرس، تشتغل، تتجوز، تخلف، بيرفكتو، نجم على قرطك من اهلك والمجتمع. لكن دلوقتي انت بتدور على شغفك اللي هتدرسه، السول ميت اللي هتتجوزه، اللي مش بالضروره تخلف منه علشان بتبني كاريرك. يا ساتر يا رب، هو احنا عقدنا الدنيا؟ لا والله انا مستلمها معقده كده. تعقيدها ده كمان بيعقدك ويحسسك انك فاشل. انا فاشل يا طمطم؟ لا يا حبيب اختك، انت مش فاشل، كلنا فاشلين، انت مش لوحدك. ده خبر حلو صدقني. طب عندي خبر احلى. ازمه ربع العمر، ركز بقى، بتأهلك لأزمة منتصف العمر. صراحة بعد ما قلت الجملة بصوت عالي مش حاسة اني قلت خبر حلو، بس هو والله العظيم خبر حلو. طب ايه هي بقى أزمة ربع العمر؟ ممكن نسميها مرحلة الزمزقة. حلوة الزمزقة دي، حاجة دايما مضايقاك معصباك بس مش عارف تقفش هي ايه. انت مزمزق طول الوقت. طب تعالى اخرج معانا، مش طايقهم ولا طايق الخروجه وعايز تفضل حابس نفسك في الاوضه، ولولا ان مراحل بلوغك لسه ما اكتملتش كان زمانك خارج لنا من الاوضه بدأنا قد كده. بس قدر الله. مع الزمزقه كمان بيبقى في اسئله وجوديه طول الوقت. انا مين وبعمل ايه؟ هو ربنا خلقنا ليه؟ الاسئله الوجوديه دي بقى لوحدها بتعمل اكتئاب، اللي بيخليك خايف وقلقان ومش عارف تاخد قرار حتى في ابسط الامور. تلبس ده ولا ده؟ تاكل ده ولا ده؟ انت متردد ومش واثق في نفسك. احب ارحب بيك تاني في العشرينات، واحب اطمنك تاني ان انت مش لوحدك. احنا كتير بس كل واحد في اوضته بيصارع اسئلته. من خلال البحث والفحص لقيت ان تعريف ازمه ربع العمر هي ببساطه شخصيتك بتسنن. ايوه زي ما سمعت كده. وانت صغير بينمو في بقك جزء جديد علشان يتعامل مع الاكل ويمضغه وتاكله بالهنا والشفا. كذلك الامر هو بالنسبه لشخصيتك، بيكبر فيها بعض الصفات علشان تواجه مرحله النضج والشباب اللي مليانه اختيارات. الازمه بتحصل امتى بقى؟ لما تبقى متمسك بمرحله الطفوله والاحلام الورديه بتاعه المراهقه. ساغير العالم بالكتير قوي بعد بكره. تروح وترجع يا حبيب اختك العالم هو اللي مغيرك. والله العظيم ما عرفتكش، العالم غيرك قوي. اجيب لك تاني. شخصيتك بقى بينمو فيها ايه؟ 4 حاجات: الصبر والتعايش والمواجهه والمصابره. استخدمهم. الصبر علشان مفيش حاجه في الدنيا بتيجي من اول مره. التعايش علشان مفيش حزن او فشل بيخلص بين يوم وليله. المثابره علشان تعيد المحاوله تاني من الاول من غير ملل. المواجهه علشان تواجه حقيقه ان الحياه مش عادله. صاحبك دخل خاص وانت دخلت جامعه الشعب، صاحبتك اشتغلت اول ما اتخرجتوا وانت لا، وده لان ظروف حياتك بتفرض عليك حاجات كتير هتخليك تقارن، والمقارنه بدايه الفشل. علشان تعدي فتره العشرينات باقل خسائر ممكنه هتعمل 3 حاجات: هتبص في ورقتك وما تقارنش نفسك بحد، هتخلي حواليك ناس مصدقين فيك وفي حلمك، وهتتكلم مع نفسك بصوت عالي طول الوقت. وده ليه بقى يا طمطم؟ عشان لو مش هنواجه الكوارتر لايف كرايسيس هنواجه العالم ازاي؟ ازاي؟ نشاف شويه؟ نشاف.